بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة التانية. النهاردة هنتكلم على الإنجاز الكبير اللي عمله فريق الهلال السعودي بالفوز على فريق مانشستر سيتي في دور ال16 من كأس العالم للأندية 2025. الهلال السعودي عمل مباراة رائعة بقيادة مدربه سيموني إنزاجي. فعلا مباراة أثبت فيها أن قدرة الفريق العربي على اللعب تحت ضغط ومحاولة مجاراة الفرق الكبيرة. فريق مانشستر سيتي معروف عنه وعن مدربه جوارديولا ان هم بيحبوا الاستحواذ، بيحبوا الكرة تبقى معاهم. اللقاء فيه شوية نقط أساسية أو مهمة المفروض نتكلم عنهم. وأول نقطة بالنسبة لي من النقط اللي شفتها ولاحظتها ان سيموني انزاجي من المدربين اللي بيعرف يلعب جوارديولا او بيعرف يلعب تحت الضغط. بيحب ان هو يستقبل اللعب وفريقه يكون متراجع ويلعب على الهجمه المرتده، وفعلا عمل كده في اللقاء وقدر ان هو فعلا يحرز على الاقل 3 اهداف من الاربع اهداف من الكور اللي هي التمريرات الطوليه المباشره بعد الاستحواذ على الكوره واستخلاصها من فريق مانشستر سيتي. سيموني انزاجي ادار اللقاء بطريقه ممتازه جدا، وقدر ان هو فعلا خلى فريقه يلعب بالطريقه اللي مريحاه وبيقدر يوصل لاهدافه باقصر الطرق. في المقابل جوارديولا هو ده اداؤه، هو ده اسلوبه، هو دي طريقه لعبه، هو ما بيلعبش الا كده بالطريقه ديت بالشكل دوت. المباراه ما اتسرقتش، المباراه كانت سجال بين الفرقتين. ما كانش باين من اداء اللقاء ان الفريق الهلال لا ده فريق اسيوي او فريق من دوله عربيه. كل الفرق اللي لعبت مانشستر سيتي لعبت بالطريقه دي. واخرهم كان كريستيان بالاس في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، ان هو طريقه اللعب تحت الكوره، يسيب جوارديولا يستحوذ هو وفرقته على الكوره. في المقابل ان احنا اول ما ناخد الكوره على طول لمسه واحده، تمريره طوليه، تمريره اماميه، اللعب المباشر على المرمى، السرعات. وده اللي كان بيعطي ثماره بالنسبه للهلال السعودي في هذا اللقاء. مبروك للهلال السعودي، وان شاء الله باذن الله عنده فرصه يوصل للدور قبل النهائي. فلومينيزي البرازيلي فريق كويس جدا، بس اعتقد ان سيموني انزاجي هيلاقي الطريقه المناسبه اللي هو يقدر يكمل بالهلال السعودي للدور قبل النهائي، وليه لا الوصول للنهائي. اداء مشرف، اداء رائع من الهلال السعودي. اخيرا الف 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 مليون مبروك للهلال السعودي. كده انتهت حلقتنا. سؤالي ليكم، بعد الاداء اللي اداه الهلال السعودي تفتكروا هيوصل لانهي مرحله في كاس العالم؟ وما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.